سنوات من الجفاف وقلة التساقطات المطرية التي أثرت بشكل كبير على القطاع الفلاحي، تعود أمطار هذا الموسم لتعيد الحياة إلى الأراضي الزراعية. أجواء ربيعية تشد الأنظار وتبهج النفوس، حقول زراعية خضراء شاسعة تخترقها جداول ماء لا زالت جارية وتحفها أشجار يانعة، مشاهد أخاذة تنذر بموسم فلاحي مثمر هذا العام. هنا بسهل سيس ضواحي مدينة فاس، تبدو ملامح السعادة والرضا واضحة على وجوه فلاحي المنطقة، وهم يباشرون أشغالا زراعية موازية، وينظر فلاح المنطقة بتفاؤل كبير إلى نتائج الموسم الفلاحي الحالي، والتي ستنعكس إيجابيا على وفرة الحليب واللحوم الحمراء. نسولك عمي عطوة، مرحبا. كيف كتشوف الفلاحة هذا العام؟ واش كتلقى واحد المحصول كبير هذا العام؟ اللهم لك الحمد، هذا العام الله يكمل عليه بالخير، وهذه سنين وحنا كنتسناو الحمد لله هذا الشتاء وكنتسناو هذا الخير هذا، يعني الفلاحة هذا العام مزيانة، كمان باغي الشتاء جات مزيانة الحمد لله. في نظرك هذا المحصول هذا واش مازال محتاج الشتاء ولا هادشي كافي؟ ما يكرهش، يعني ضروري بحال دابا كالتالي كخص داك الشتاء التالية باش كيكمل العام مزيان، التالي كتكون مازال مثلا الزوزية التالية كيكمل عليها الله بالخير حتى هي، كتجي يعني المحصول كمان باغي لكل واحد. كلما كانت هناك تساقطات مطرية جيدة وانتظامها في الزمان والمكان مع غياب الظواهر المناخية المدمرة مثل السيول الجارفة والفيضانات، كلما كان الموسم الفلاحي ناجحا والمحصول وافرا. وفي المقابل يرتبط الجفاف وشح التساقطات المطرية وعدم انتظامها بحدوث أزمة في الإنتاج، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية واختلال تزويد الأسواق. باش نوصلوا للأمن الغذائي خصنا نتبناو حلول كما قلنا عقلانية، كبحال الدورة الزراعية، كبحال تبني الري بالتنقيط، ونعاونوا الفلاحة، نأمنوهم، نديروا لهم التأمين باش يعاودوا يرجعوا واحد الموسم الفلاحي يخدموا به، الأنشطة ديالهم تكون مستمرة. وأخيرا المعاونة ديال الدولة، تبني فلاحة تضامنية مع الفلاح بحيث الدولة تخلص الفلاحة المحاصيل ديالها إلا ضاعت وتشجعهم باش يعاودوا. وبين رهان الأمن الغذائي وتقلبات الطقس تبقى الاستعدادات المستقبلية هي المفتاح لموسم فلاحي ناجح. فلنعمل معا من أجل مناخ سليم وغذاء آمن.